مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفتنا اليوم هي أجنحة الدجاج المشوية بالفرن والمتبلة بثلاث أنواع مختلفة من صوص الباربيكيو وتوابل قشور الليمون والفلفل الأسود، بالإضافة إلى صوص البافالو الحار، بطريقة جدا سهلة وبسيطة. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتعالوا نشوف طريقة العمل. نحتاج 3 كيلو من أجنحة الدجاج، غسلتها ونظفتها بشكل جيد. حتى أنقعها بالمي أحتاج 1.5 لتر من المي البارد، بالإضافة إلى 3 ملاعق طعام ملح مع 3 ملاعق طعام من الخل الأبيض حتى نتخلص من الزفر اللي بداخل الدجاج. ضفت 3 أوراق من ورق الغار مع نصف ليمونة مقشرة، بالإضافة إلى 7 حبات من القرنفل. نخلطهم بشكل جيد لحد أن تذوب كل المكونات، وبعدها نضيف كل كمية الدجاج، وآخر شي ندخلها الثلاجة لمدة يوم كامل. وإذا كنتم مستعجلين اتركوها على الأقل 6 ساعات حتى تتخلصون من الدم والزفر اللي بداخل الدجاج. وهذا هو شكل الدجاج بعد ما تركتها يوم كامل، نزل كل الدم وصار اللحم أبيض وكثير طري. حتى نتبلها نحتاج كوب من زيت الزيتون، ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام باودر البصل، ملعقة طعام باودر الثوم، نصف ملعقة طعام فلفل أسود، نصف ملعقة طعام بابريكا حلوة. نخلط المكونات بشكل جيد وبعدها نضيف نصف كمية الدجاج. طبعا كمية الدجاج اللي استخدمتها هي 3 كيلو، ممكن تستخدمون نصفها أو أكثر منها، يكون على حسب احتياجكم. آخر شي نضيف كل كمية الأجنحة ونخلطهم مع بعض لحد أن تتجانس كل المكونات بشكل جيد. بعدها نرتب الأجنحة بالصينية بهذا الشكل وندخلها للأوفن المحمى مسبقا على درجة حرارة 400 فهرنهايت لمدة 50 دقيقة على الرف السفلي، وآخر 5 دقايق شغلوا الشواية من الأعلى حتى تاخذ لون ذهبي حلو. وآخر شي لأجنحة البافالو نحتاج ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا فائدة البيكنج باودر هنا حتى تكون طرية من الداخل ومقرمشة جدا من الخارج. لتحضير أول نوع من الأجنحة نحتاج 3 ملاعق طعام من الزبدة السائلة، بالإضافة إلى نصف ملعقة طعام من توابل قشور الليمون والفلفل الأسود. نخلط المكونات بشكل جيد وبعدها نضيفها فوق الأجنحة، نخلطهم مع بعض، وآخر شي نضيف ملعقة صغيرة من نفس التوابل حتى يعزز عندنا الطعم. نخلطهم بشكل جيد ونتركها على جنب. لتحضير النوع الثاني من الأجنحة نحتاج 4 ملاعق طعام من صوص الباربيكيو. طبعا كميات الصوص هنا هي كميات تقديرية، ممكن تضيفون أكثر أو أقل يكون على رغبتكم. لتحضير النوع الثالث من الأجنحة نحتاج ملعقتين طعام من الزبدة السائلة، بالإضافة إلى 3 ملاعق طعام من صوص البافالو الحار. طبعا فائدة الزبدة هنا هي تخفف من حرارة الصوص وتكون حرارتها متوسطة، لكن إذا حبيتوا تكون الأجنحة كثير حادة بالطعم ممكن تضيفون كمية أكبر من صوص البافالو، يكون على رغبتكم. وهذه هي وصفاتي الثلاثة اليوم: أجنحة الدجاج بصوص الباربيكيو وتوابل قشور الليمون والفلفل الأسود، بالإضافة إلى صوص البافالو الحار، بطريقة جدا سهلة وبسيطة وتنفع للمقبلات وكطبق جانبي بجانب الأطباق الرئيسية. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي، أتمنى أنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بيها لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. كل المقادير والمكونات والملاحظات مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتكم وصفتي اليوم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصللكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.